بنات أبي أكلمكم عن الصابونة هذه المغربية بالنيلة. يعني واضح أنا من متى قاعدة أستخدمها ترتيكم فل لعينها. شوفوا في شغلات أنا دايما لازم أجربها فترة، عادي شهر شهرين، وتلاحظون ساعات أصور لكم منتجات عقب ما يخلص المنتج ترى يتكلم عنه، تخيلوا. فطريقتي مع هذه النيلة اللي تطلع لك النيل البشرة كلها ضيم من الجسم. خلي أقول لكم، أول شيء أغسل جسمي بالشاور جل، بعدين أحط منها مع الليفة المغربية. تمام. في بنات يحبون الصابونيات أو الصابون المغربي يحطونه على طول على الجسم، يعني قبل ما تفرك جسمها بالشاور جل تحطه على طول. لا، أنت سمعي مني وطبقي نصيحتي وراح تدعي لي باللي تشوفينه، بالنتيجة اللي تشوفينها. أول شيء غسلي جسمك بشاور جل اللي أنت متعودة عليه، بعدين تعالي حطي منها بالجسم بالكامل، وزعيها. هي ما راح ترغي، اللي مجربين الصابون المغربي يعرفون إنه ما يرغي. طبعا ريحتها بنات، ريحتها صابون مغربي، ريحة الصابون المغربي وانتم عارفينه. تمام. لكن هذه مع النيلة فتعطيك تفتيح حق الجسم، شيء خيالي يا بنات. تطلع لك ضيم، انت تنصدمين شلون البشره تصير تطلع شي صوت من النظافه. الجلد شيء خيال، تفتيح وتنظيف حق البشره مو طبيعي. مره مرتين بالاسبوع كافي. غسلي جسمك بشاور جل، حطي منها مع الليفه المغربيه، فركي فيها، مو الجلافز، مو اي ليفه عاديه ناعمه خربوطيه، لا، الليفه المغربيه. فركي جسمك، اعطيها كذي وقت على الجسم، غسلي وانصدمي. شوفوا بنات، بوريكم شغلة. تاخذون منها كمية، اوكي، زين، تفركين فيها الجسم بهالطريقة. طبعا مع الليفة، بس انا بس بوريكم شغلة، اوكي. بهالطريقة شوفوا. هلا انشف بس ايدي عشان تشوفون النتيجة. بس دقيقة. شوفوا بنات، قاعد تشوفون ولا ما قاعد تشوفون؟ قاعد تشوفون الفرق؟ هذا وانا ما فركت، انا بس غسلت. ما بالك لو تسمعين كلامي ومع الليفة المغربية شنو راح يصير بجسمك. شوفوا، يمكن كذي يبين اوضح. شوفوا، شيء من الخيال. سعرها راح تنصدمون. شوفوا حجمها بنات، يعني هذه سعرها. وشوفوا صابون مغربي مع النيلة، تفتيح وتنظيف، تشيل لك طبقة تحسين من الجلد. شيء مو عادي. قلت لكم من كثر ما هي قوية، ترى مرة مرتين بالأسبوع كافي. هذه مو استخدام يومي. تمام. راح تدعي لي لما تشوفين النتيجة، راح تدعي لي. شوفوا، قلت لكم هي ترى فل. أنا كل هذا استخدمه لين قلت الحين لازم أتكلم عنها. وليش؟ لأن فيها خصم. تخيلوا، بعد لو مو خصم يمكن كان عادي خلصتها ويلا متكلمة عنها. سعرها يخليش تاخذين 2 3 4، لأنه صدمة صراحة. هذه بنات الليفة المغربية، أول ما تشترينها بلليها يعني غسليها عدل، مو على طول تستخدمينها على الجسم. في بعضهم يكونون كأنه فيهم صبغة، وتأكدي إنك ماخذة الأصلية. تمام. تاخذين منها بهالطريقة وتفردينها على جسمك بالكامل،
وتسوين حركات دائرية، مو يعني تفركين حيل، هي ترى راح تنظف، ما له داعي ان انت تشمخين جلدك، تمام؟ ولان هذه خشنه فكافي، هي ما تعتبر سنفره، هي صابونيه، تمام؟ صابون المغربي مع النيله. فبعد الشاور جل استخدميها، وما ادري ايش اقول لك بعدين، راح تنصدمين. ورطبي جسمك عقبها عدل عدل عدل، طبعا لان انت راح تكونين منظفته 100%، راح تكونين شايله طبقه، فالجلد يكون محتاج ترطيب ضروري ضروري عشان النتيجه انت تحافظين عليها مع الترطيب.